برج الميزان من 21 لنهاية شهر ديسمبر 2025. الشمع الأحمر. هتحط الشمع الأحمر على حياة أو أسلوب حياة أو أفكار أصبحت طريقها الانهيار. مرحلة من المراحل اللي بتغير فيها اللي ما كانش ينفع يتغير، لدرجة انك هتكون بالنسبة للكتير حواليك اللي معتادين عليك هتبقى بالنسبة لهم بأفكارك بتحير. هتحط الشمع الأحمر عشان تبدأ سنة جديدة في حياة وطريق مفيهوش مخالفات، والخلافات او المخالفات اللي انت قضيتها في حياتك سواء بغلطك او باسلوبك او باستماعك للاخرين او ثقتك للمعقدين هتقفل عليه وهتعمل عليه حظر بالشمع الاحمر. عارف كده لما بيتحط شمع احمر على محل مخالف، على حد كان جايب حاجات بايظه وبيبيعها، انت هتبيع الحاجات اللي كانت مبوظه عليك حياتك وهتحط عليها الشمع الاحمر. هتنهي عام وهتبدا عام وانت تمام التمام، مع انهاء بعض العلاقات البلهاء والشخصيات التي تتسم في المعامله معاك بالغباء. هتكلم معاكم بالتفصيل، لكن تنويه كده حبايبنا الناس اللي بتتابعنا وبتنسى اشتراك وتفعيل الجرس يصلك مني كل جديد. ده انت لو حابب ان انت تشوف العلم والحقيقه بجد. اللي عايز قراءه خاصه بعمل القراءه اتصال مباشر ساعة 2-3 بعرفك كل شيء عن حياتك السنوات القادمة سواء الأكثر حذرك ولا حظا كل شيء، ودي أمانة وحياتك أمانة، والناس اللي بتتابعنا عارفين كلمة أمانة دي كويس جدا. اللي عايز قراءة يتواصل على هذا الرقم، ونبدأ في حلقة مهمة في حياة حبايبي برج الميزان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برج الميزان الفترة من 21 إلى يوم 5 إلى نهاية عام 2025، يعني نهاية شهر ديسمبر لغاية يوم 31، ونتحدث عن تحركات القمر والشمس. هنبدأ من البداية يوم 21 و 22. القمر ينتقل إلى بيتك الرابع، وعشان نكون واضحين وفاهمين يعني إيه البيت وتأثيره. البيت هنا يتمثل في المشاعر واتجاهاتك وما من الممكن أن يظهر أمامك أو الأمور التي تتصاعد في تلك اللحظة الزمنية. خلال الفترة 21 و 22 يحدث مع الكثير منكم أمور تتفاقم مع العائلة أو مع بعض الشخصيات المقربة، مثل الإخوة، مثل الناس اللي أنت بتتعامل معاهم خلال الفترة. نحاول ناخد بالنا من الرسميات والأوراق الرسمية، لكن على المستوى المالي والعمل أنت الأكثر حظا. على المستوى المالي والعمل أنت الأكثر حظا. التركيز الكبير، التغييرات الكبيرة. خدوا بالكم القمر والشمس تنتقل إلى هذا البيت، بيت الرابع، لذلك من الممكن أن تحتدم بعض الأمور مع أفراد العائلة أو الناس اللي أنت بتتعامل معها بشكل يومي، خاصة الناس اللي في بينك وبينهم صلة الدم، يعني الناس المقربين، الإخوة، الأب أو الأم أو بيت العيلة. مش بقول مشاكل، لكن بعض الحساسيات اللي ممكن تحدث خلال الفترة. لكن هي أكثر حظا في أمور العمل، يسلط الضوء على العمل والمال. وناخد بالنا من العصبية. الأوراق الرسمية والتعاملات الرسمية ناخد بالنا من أيضا التعامل الرسمي، يعني الحاجات اللي فيها تعامل رسمي، اوراق رايحين السجل المدني، الشهر العقاري، في المحكمه، في اي شيء. لو انت عندك حتى تعاقدات، لو عندك الفتره دي كده ناخد بالنا. 23 و 24 احلى يومين. 23 و 24 احلى يومين. القمر ينتقل الى بيتك الخامس، فتره من الفترات التي يحدث فيها اعتراف ليك بانك الافضل في حياه احدهم. فتره من الفترات التي يحدث فيها ود كبير جدا مع حد انت بتحبه. فترة يحدث التقابل الكبير في المشاعر، واتصالات ممكن تجيلك
من شريك الحياة، أو ممكن يحدث تفاعل قوي جدا. وعلى مستوى المال بشرة خير، على مستوى المال بشرة خير. يعني الفترة من أقوى الأيام، استغلوها يوم 23 و 24. أما بداية من يوم 25 هنا حصريا هتبدأوا تعملوا الحظر ووضع الشمع الأحمر على حاجات كانت مخالفة لحياتكم وموقفة طريق حياتكم، موقفة طريق حياتكم. فبداية من يوم 25 و 26 نتحدث عن دورة انتقال القمر من البيت السادس ثم السابع ثم الثامن، ودي بيوت المسؤوليات. دائما هتلاقي في كام يوم كده في كل شهر بيبقى فيها مواجهة للأمر الواقع، بعض التطورات المفاجئة، بعض التغييرات التي لم تكن متوقعة، ومن الممكن الأمور لا تسير على ما يرام. واحنا بنقول دلوقتي عشان الأمور تسير على ما يرام، إذا عرفنا السبب بطل العجب. القمر في بيتك السادس، بيت السادس هو بيت العمل بطريقة بسيطة جدا، وبيت العمل والأمور الصحية. ناخد بالنا من أخطاء العمل، ناخد بالنا من أسرارنا، وناخد بالنا من أمورنا الصحية. كلام بسيط جدا. يعني حسينا بأي تعب إرهاق بعد الشر عليكم، ريح وما تعملش مجهود أو تشوف إيه اللي بيحصل، لأن المرحلة بتظهر عندك الأمور الكامنة بالنسبة للأمور الصحية. أما بالنسبة للعمل فلا تتسرع، اشتغل بجد واجتهاد، لكن خد بالك إن أنت الشغل الكتير ممكن يخليك تخطأ. يعني هدي الأمور بس، وخد بالك من الناس اللي حواليك حتى لا تعلم أسرارك. لكن في نفس اليوم الزهرة تنتقل إلى برج الجدي مع وجود الشمس مع وجود المريخ. هناك أمر رائع من الممكن أن يحدث يتعلق بأوراق أو أمور كانت متوقفة هتبدأ تسير. يعني مثلا لو في شيء واقف على أرض واقفة، أو أي مشكلة تتعلق بميراث، أو أي مشكلة تتعلق بأوراقك أنت مقدم عليها، أو حاجات رسميات، من الممكن أن تكون الأمور أفضل بكثير. ده بالنسبة ل 25 و 26. 27 و 28 أكثر الفترات حساسية، أكثر الفترات حساسية. ليه؟ وجود القمر في بيتك السابع. البيت السابع هو البيت الأكثر حساسية، خاصة للي عنده مشاكل في حياته الشخصية وعلاقته العاطفية مع شريك الحياة، خاصة المتزوجين، وأيضا اللي عندك مشكلة في حياتك في منزلك. ناخد بالنا كويس جدا حتى لا تتفاقم الأمور، خاصة إن الفترة عنوانها اختبار شديد لمدى قوة العلاقات العاطفية، والعصبية ستكون بزيادة. علشان كده ناخد بالنا من معاملاتنا وأسلوبنا مع شريك الحياة، وبلاش الصراحة الزيادة. قولا واحدا بحاول أختصر الأمور، أما في الأخير القمر في البيت الثامن، آخر الفترات اللي ممكن يحدث فيها نوعا ما تغييرات. البيت الثامن او برج الثور بالنسبه لك بيت الامور الخفيه، وايضا بيت يتعلق بالكلام الذي يتعلق بسمعتك وشغلك وشهرتك، وايضا يتعلق بامورك والازمات. اوعى خلال الفتره تتعامل في امور ماليه لو الفتره ما تستدعيش. لو انت الفتره دي عايز تعمل اي شيء اجلها لاول السنه، يعني اول يوم في السنه، لان عندكم اخبار حلوه اول يوم في السنه. لذلك أجل أي شيء آخر يومين في عام 2025 تتعلق بالبيع والشراء أو أي شيء في التعاملات. لذلك هتحط الشمع الأحمر على أمور كان لابد أن تضع عليها هذا الشمع الأحمر من زمان، لأنك تستاهل الأفضل. الفترة من يوم 25 ل 31 وارد جدا جدا إنك تنهي علاقات، وارد جدا انك تنهي امور، وارد جدا انك تبدا حياه جديده وبتنهي حاجات هتقفل عليها، خاصه في علاقاتك العاطفيه، في العمل، وايضا على اسرار ماضيه. نتيجه لانتقال القمر من بيتك السادس للسابع للثامن، وطبعا وجود الشمس في البيت الرابع، بيوت تحمل المسؤوليه وتجعلك تتخذ قرارات لتعديل الطريق. حاجه تاني التنويه، الناس اللي بتتابعنا اشتراك وتفعيل الجرس يصلك منه كل جديد. انت لو حابب انت تشوف العلم والحقيقه بجد. اللي عايز قراءه خاصه
بعمل القراءة اتصال مباشر، مكالمة مباشرة، ساعة 2 3 بعرفك كل شيء عن حياتك، السنوات القادمة، السنوات الأكثر حظا لك الله حظا، كل شيء، ودي أمانة، وحياتك أمانة، والناس اللي بتتابعنا فاهمين كلمة أمانة دي كويس جدا. طبعا الناس اللي عملت معانا قراءات، اللي عايز قراءة يتواصل على هذا الرقم. يا رب كده حبايبي برج الميزان جميع الأبراج دايما تكون بأمن وأمان. السلام عليكم.